بغداد عيني، بغداد قلبي، بغداد نفر واحد طالع. بغداد تعال ويا حج بغداد، نفر واحد طالع هسه بالصدر. بغداد تمريد. تعال وياي حج بغداد، نص نفر وطالع. تعال يلا بغداد وياي، تعال بالصدر. عوفك منا حجي هاي كلاوات. نص نفر شو نص نفر كباب. تعال وياي تبريده خليك نجرش. نفر واحد بالصدر وطالع. يلا حجي توكل خلينا نطلع. يعني بس اصل اني ونطلع لين ما جاي اشوف ولا نفر بالسيارة. والصراحة انا مر علي هاي هواي الشغلات بالجراج، نفر واحد وبعدين ساعة وما تطلع. لا مو هم راحوا يتغدون ويجون. تصعد يا حج اصعد والله كريم. واذا تريد انطيني كروته واني اطلع بيك صاروخ. تعال وياي حجي اعطيني 25 واني طالع بيك. عندي عائلة اخذهم منك ونروح سوية. انت اخذ الصدر وهم ياخذون الحوض الورا. تعال وياي حجي، ترى الاخ هنا فارغ وكل شي ماكو. ويلك اني فارغ؟ يا فارغ يا ابن الفارغ. حجي لا تروح وياه، هذا سيارته استوى مجفته كل ساعة طلعت. تعال وياي ينطيني كروته اوصلك للباب. اني رايح بشغلة مستعجلة واريد تبريد من الجراج للجراج، وانا انطيك كروتك كاملة. ايش قد كروتها؟ تخبيطتها 85,000. سويها 100 واوصلك لبابكم وين ما تريد. اني انطيك 100 ما عندي مشكلة، بس اني مستعجل وعندي شغل، ما اريد وقفات هواية بالشارع، واريد التبريد الشغلة من الجراج لحد ما توصلني للبيت. متفقين لو ما متفقين؟ حضر لك الحاف حجي، والتبريد منه لحد ما اوصلك للباب. وقفاتش عندي بنزين ومفول. يلا دخل نتوكل اطلع حجي يلا. يا الله توكلنا على الله. يلا عيني مشينا يلا. تعال حجي اخذك وياي تعال. اصلا تبريده يبوخ. تعال وياي اخذك ب85. تعال وياي. ولك انت ليش ما تستحي؟ مو الرجال سعد وياي بعد لا تلح. لا توكلنا بعد ويا الاخ. يلا عيني افتح لي الباب يلا. خرب حظي، هذا اظن مخرز. استوى اجي وقبض، واني صار لي يومين بالجراج كل شي ماكو. لا والحظي والله. ابيحه واخذ لي توك توك اشرف لي. سايقنا شغل التبريد ترى حارة. هسه يا حجي نعطينا مجال خلينا نقضي الشارع العام. شو القضية؟ يعني مو قلت لك من الجراج يا عيني. هسه ما صار شي، بس خلينا نلزم الشارع العام وتمشي شوية السيارة معدل وعساك على تبريد. ابني كتلنا الحرش وقت الشغل التبريد الله يخليك. حاجي تنطينا مجال خلينا نمشي معدل الله يخليك. شو القضية ما تقول لي؟ ايه يا ابني انت مو قلت بس الزم الطريق الرئيسي. هسه احنا بنص الطريق وانت ما مشغل. وحضر لك الحاف. الحكي مالتك هذا وين صار؟ هلا حمودي. ها بشر قبطت بعدك. اها يعني هسه طلعت. دي يلا اني راح امشي سلولي، وانت الحقني حتى نلتقي بالمطعم ونسولف. اي اقول لك علوك يقبط بعده. اها لا مو وين مجنص يا معود. الحكي كله راس الطريق كله. دي يلا هم نفسك ضبها واني راح امشي براحتي على ما توصل لي. اي يلا يا معود نلتقي بالمطعم ونسولف عليه. اي بعدين انا اشرح لك السالفه كلها. يلا بتانيك انا راح امشي على كيف. ابني شنو على كيف؟ اني مستعجل ولو ما مستعجل كان صعدت لي بباص وادفع ربع الكروه مالتك. على اساس تمشي على كيف. اني مستعجل مو بكيفك هذا الحكي. انت لو بحدك بكيفك بعدين تلتقي بصاحبك وش عندكم شنو زفه. كل من يمشي بوحده ويوصل بطريقه. واهم شيء السلامه يا ابني. تسابقون بيناتكم وهاي الشغلات كلها نعرفها. حجي رحمه لوالديك ترى صارت مواسخه. ادري شنو انت مشاركني بحلالي. خب ما مشاركني بحلالي. انا بكيفي بعد هم تتحكم بالسرعه مالتي. لا ما مشاركك بحلالك، بس ثاني صاعد وياك وقلت لك توصلني بسرعه وانت قبلت. بعدين ابني خلنا اقول لك شغله. ترى احنا من نصعد وياكم مو معناها ما عندنا سيارات. انا عندي سياره بقد سعر سيارتك 4 مرات، لكن احنا ما نعرف الطريق وانتم طريقكم وحافظينه. لكن هذا مو معناها تمشي براحتك. بما انه صاعد وياك انا ومتفق وياك تبريد وتوصلني بسرعه، هاي كلها تلتزم بيها.
وإلا فلوسك حرام والله ما يبارك بيهم. حرام شنو؟ شو مسوي بايكهم ما بايك؟ اي نعم بايقني حقي. انت لو قايل لي بالجراج يعني ما راح اشغل تبريد وراح امشي على كيف عمود ثاني حمودي ما اعرف منو، كان اني ما صعدت وياك من البدايه، بس انتم بس تحركون من الجراج تنسون كل اتفاقاتكم، وبعد العمله حرام ما يصير هيج. نعم الله عليك، هسه سويتني حراوي، دروها على الباقي والبيت وقعدوكم على الرنقات، لو هذولك ما تجيبون طاريهم الا انت واحد من عندهم احتمال. هسه دخلتني بالسياسه وسويتني واحد منهم، بس خلنا اقول لك شغله، اذا كثرت الحراميه مو معناها الحرام صار حلال، الحرام حرام واليوم القيامه وما لك شغل بيهم، المهم انت احفظ نفسك وخلي لقمتك حلال حتى الله يبارك بيك ويبارك بعيالك، ما لك شغل بالحراميه ذولاك اللي تحكي عنهم. المهم انت التزم ومشي شغلك صحيح والتزم باتفاقاتك ويا الناس حتى الله يبارك بيك يا ابني. اوه انقذني لا تحسدني ايوب، شي خلص الكروه التعبانه هاي، عمي هذا التبريد وراح امشي 200 بس خلصني الله يخليك حجي. السلام عليكم شيخنا، أنا دزتني والدتي عليك، سعدية بتسمتيه. وعليكم السلام ورحمة الله مولاك، قولي طلبكم ماذا تريدين مني؟ أنا خادمكم أبو عقيل الذباني، تزويج، تطليق، رد مطلقة، إحياء موتى، رزق، جلب حبيب، أي شيء ترجين مولاتي في خدمتكم يا ابنة سعدية. اعلمي أنك وصلت إلى المكان المناسب.